اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهله واصحابه اجمعين. هنعمله النهارده مع بعض ان شاء الله شاورمة فراخ. ماشي معايا هنا اهوت نص فرخه متقطع قطع صغيره. ماشي، ومعايا هنا كبد وجوانس كمان هندخلها عليها معاها. وطبعا معايا هنا شرايح بصل، ومعايا فلفل الوان، فلفل رومي، ومعايا شطه وشطه حاميه، ومعايا توم. ماشي، طبعا اول حاجه هنولع البوتاجاز مع بعض كده هننزل بالزيت. شويه زيت كويسين يعني. واول حاجه هننزل بيه ان شاء الله هي الكبد الاول. الكبد بس تاخد لها صدمه، وبعد كده ننزل عليها بالفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهله واصحابه اجمعين. رجعت معاكم تاني. ماشي، الفراخ الكبد خدت لها صدمه هي والجوانس. هننزل بقى بقطع الفراخ. وهنا هننزل طبعا بشرايح البصل. طبعا عامله بصلتين كبار شويه عشان هو البصل اول ما بيدبل ما عادش بيبان تاني في الشاورما. في ناس طبعا بتضيف البصل الاول، وفي ناس بتضيفه في الاخر، يعني في بعد ما تدي الفراخ او الكبد الجوانس صدمه ولا حاجه، وبعد كده تنزل بالبصل. بس انا يعني صراحه بنحب نحط البصل الاخر كده يعني. هنا هننزل بالثوم وشرايح الفلفل الالوان دي. وطبعا معايا كمان بهارات فراخ وملح وفلفل اسود. هنسيبها طبعا شويه على النار مع نفسها كده، تاخد وتدي مع نفسها لما تدبل وتبقى تدخل في السوا كده. ان شاء الله هنضيف لها حبيتين الطماطم دول. رجعت معاكم تاني. ماشي، هننزله بحبتين الطماطم اللي انا مقطعاهم، وهنسيبها مع نفسها بقى كده. هي كده خلاص تعتبر استوت يعني، فاضل زي غلوه كده ولا حاجه مع نفسها يعني. هنعمله مع بعض النهارده كمان كيكه. معايا هنا كوبايه الا ربع سمنه على زيت، ومعايا هنا كوبايه وربع سكر عشان يعني ولادي بيحبوا الكيكه مسكره شويه، وثلاث بيضات. ماشي، ومعايا هنا بيكنج باودر، وربع ومعايا زي معلقتين خل كده على ليمونه، وطبعا الدقيق ومعلقتين نشا. هنعمله طبعا كيكه بالمضرب اليدوي عادي يعني.
اول حاجة هننزل بها هو طبعا ايه البيض. ماشي. طبعا السكر، ومعايا السمنة والايه وهنخلط كل دي مع بعض. هنزل بشوية الخل والليمونة. معيش ايه طبعا مفيش فانيليا، عشان كده انا حاطه ليمون وخل. وطبعا رجعت معاكم تاني هننزل بايه باللبن بعد ما خلطت السمنه طبعا والسكر والبيض مع بعض. طبعا هننزل بالدقيق، خلي شويه يعني ايه يمكن ما نحتاجهمش. هنا ايه معلقه النشا، طبعا البيكنج باودر، ونخلط كل ده مع بعضه. ونضربه ليه كيك على اتجاه واحد يعني. وطبعا هنضيف هنا ايه معلقتين بشر. مع الصينيات دي طبعا دهنتها زيت ورشة رشة دقيق، وهننزل طبعا بالايه بالكيك. حاولوا نظبطوها كده عشان لو في اي كتل هوا تطلع منها. معكم تاني بعد ما خلصت الشاورما وعملتها. ماشي. الشاورما هي جميله، طعمها تحفه وجميل. طبعا ايه ده غدانا النهارده، جنبه طبعا شطه وبتنجان مقلي، وهنا بابا غنوج يعني بتنجان مشوي، وهنا ليمون وطماطم وخيار ماشي ورقاق طري اهوت. طبعا معاكم الايه الكيكه اهي بعد ما عملتها وطلعت من الفرن. ماشي اهيت، والقوام بتاعها جميل خالص وهشه وجميله صراحه اهيت، ومن تحت ومن فوق. الشاورما جميل خالص اهوت. وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تصلوا على حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.